يعني كل اللعيبه جاهزه وعلى هيبه الاستعداد ان شاء الله للقاء او لمباراه مهمه ومرتقبه باذن الله. هو في العادي تنزانيا يعني مع احترامي طبعا الماتش كان سهل او ماتش سهل عامه في تاريخنا، يعني ماتشات تنزانيا يعني اعتقد بنكسب كتير وما بقاش فيها شد جوا جذب كتير، ولكن الحاله اللي احنا فيها ما بقاش فيه يعني بنخسر من فرق ما بنوصلش تصفيات، ما بنوصلش يعني افريقيا من فرق قليله بكده، افريقيا الوسطى والكلام ده فلازم ناخد الماتشات كلها بشكل جدي. وبعدين احنا عشان بعيد عن القاره دلوقتي بقى 3 سنين، بقى الناس بتطمع فيك عادي وشايفه ان انت بقيت اقل من مستواك، ان انت لسه ما رجعتش، فعادي كل الفرق ممكن تكون حاسه انها ممكن تيجي تعمل مباراه مهمه او كبيره عليك في مصر. وده يمكن لازم تبتدي الماتش بشكل صح، تشكيل صح، تضغط من الاول، تخلص الماتش بدري عشان تخلص من الامور والضغط والعصبيه اللي ممكن تحصل لو الامور فضلت معلقه الى 0-0 مع الفرق الصغيره دي بالذات. الزمالك امبارح كان معانا كابتن اسماعيل طبعا، واتكلمنا في كل حاجه عن نادي الزمالك واللعيبه والانتقالات، ولكن الزمالك يمكن يعني سيسي بنسبه كبيره ممكن ما يكونش موجود في نادي الزمالك. الزمالك بيرحب بعرض الاتحاد الاسكندري عايز عبد الله السيسي، حسام حسن عايز عبد الله السيسي بشكل قوي. يمكن كان من الناس اللي ليهم تاثير ان هو يرجع تاني نادي الزمالك عبد الله السيسي مع حسام حسن لما كان ماسك الزمالك، وكان مرحب جدا بفكره ان يكون موجود في نادي الزمالك. طبعا ما بيلعبش عبد الله السيسي، وعبد الله السيسي هو الاعلى اجرا في نادي الزمالك، بياخد حوالي 550,000 دولار، طبعا ما بيلعبش خالص، وبالتالي هي خساره ماديه بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك ما عندوش مشكله ان هو يدخل عبد الله في مقايضه مع محمد حمدي او ان هو يتباع، عنده فلوس لسه ما خدهاش، ممكن الزمالك يقول له يتنازل ويروح للنادي اللي هو عايز يروح، ان كان الاتحاد، ويخش معاه في نيجوشيشن على الانتقال. الزمالك عنده ادوات كويسه جدا يشتغل عليها انه يجيب لعيبه كتيره كويسه، لكن سيسي حتى الان لم يقنع. في 9 مباريات، كابتن اسماعيل امبارح كان بيتكلم في 9 مباريات لسه ممكن سيسي هيكون موجود متواجد، يكون ليه هو اللي يكسب الزمالك الدوري، يعني ان كان لو الزمالك كسب في لعيبه ممكن تحقق المفاجاه، في ناس بتطلع في اخر لقطه هو اللي بتاخد اللقطه كلها بتاعه الموسم، شفناها كتير جدا، لعيبه بتكون بعيد قوي وترجع هي في الاخر. لكن حتى الان سيسي ما اعتقدش انه هيكون موجود السنه الجايه في نادي الزمالك. احمد رفعت بيقترب من الزمالك. احمد رفعت لاعب نادي امبي طبعا عليه جدل كبير مع اللعيبه، الحاله اللي هو فيها حاليا، فجاه تراجع كبير من امبي، نتائج امبي الاخيره محيره بشكل كبير، مفيش فوز، تعادلات وهزايم. كابتن طارق العشري شفناه امبارح في صوره خلاص مضى عقده مع الشعب الاماراتي وساب طبعا نادي امبي، ووصلوا يعني لمرحله من التفاهم ان هو يمشي، لكن واضح ان امبي في حاله اللعيبه كلها مشتته، اللعيبه المهمه مش في حالتها، كله مركز هيروح فين السنه الجايه. ده مأثر جدا على حاله الفرقه، يعني امبي من زمان وهو في النقطه 61، من اسبوع كمان 27 او 28 هو في اسبوع 33، لاعب 33 اسبوع في الدقيقه او في النقطه 61، قعد فيها كتير قوي الحته دي، بعد ما كان قريب قوي من نادي الزمالك وكان بعيد قوي عن النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي اقل منه 3 مباريات حتى الان وبنفس عدد النقاط، وفرق بينه وبين الزمالك 9 نقاط واكتر من الزمالك ب4 مباريات. في طبعا مشكله في امبي اكيد فنيه، ولكن دايما تفضل ان امبي من الفرق اللي عملت موسم قوي، اللعيبه كلها زي ما قلت لكم، رفعت، كهربا، صالح جمعه، يعني طبعا اللي بيلعب في البرتغال، ولكن لعيبه كتيره، ناصف، الحلواني، في لعيبه كتيره، اسامي كتيره بتتكلم على ان هي تمشي وتروح، ان كان الزمالك والاهلي.